جالي سؤال على الصفحة: يا دكتور أنا بيجي لي ألم جامد قوي في معدتي بعد الأكل الدسم أو الأكل الدهني، فإيه المشكلة ديت؟ ولا هو أبعد عن الأكل ده طول عمري ولا إيه المشكلة؟ أول حاجة، الوجع في المنطقة دي ليه أسباب كتير جدا. أول حاجة لازم أدور على المعدة، لأن المعدة هي دي المنطقة بتاعتها، فمهم قوي إن أنا ندور على المعدة. الحاجة التانية المرارة، لأن المرارة بتزيد وجعها لو هي فيها حصوات أو التهابات مع الأكل الدهني. فده طبعا هيتشخص بالسونار العادي، انت بتعمل سونار على البطن وتشوف المراره اخبارها ايه، هل فيها حصوات ولا لا، هل جدارها سميك، هل في تمدد في القناه المراريه ولا لا. المنطقه دي برضو بيبقى فيها البنكرياس، فمهم قوي ان انا اسال المريض: هل الالم ده بيسمع في ظهرك؟ يعني ده البنكرياس بيبقى اخر حاجه ورا، فبالتالي المه تلاقي المريض يقول لك انا وجع في بطني بس بيسمع في ظهري في نفس المنطقه، فبالتالي اشك في البنكرياس. فلازم ادور على التشخيص. لو الحاجات دي كلها اتعملت بنعمل منظار معده، ممكن تكون قرحه، مجرد ما اعالج القرحه، علاج القرحه كورس 3 شهور 6 شهور مع تنظيم الاكل، بعد ما القرحه تخف ارجع اكل الاكل ده تاني. مهم قوي لما المريض بيقول لك انا باكل بيحصل لي وجع، لازم ادور على السبب. لو المراره نبعتها جراحه تشيل المراره، لو المعده نبتدي نعالج المعده ونضيع الاعراض، لو البنكرياس ندي انزيمات هاضمه. في اسباب كتير، فمهم قوي ان احنا نسال المريض ونوصل للتشخيص، وبعد كده نعمل فحوصات زي السونار والحاجات دي. لو وصلنا للتشخيص نبتدي نعالج، ومفروض الاعراض دي كلها بتختفي بعد ما نعالج، نوصل للسبب ونعالج المرض.